بسم الله الرحمن الرحيم. مع الدرس التاسع من دروس التاريخ الخاص به الثانية بكالوريا علوم إنسانية بعنوان الوضع الدولي لطنجة في عهد الحماية. فإشكالية الملف: عرف المغرب مجموعة من الضغوطات الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر الميلادي ومطلع القرن العشرين، انتهت بفرض الحماية عليه في سنة 1912، فتم تقسيم المغرب إلى منطقتي نفوذ، واحدة فرنسية والأخرى إسبانية كما هو معلوم، بينما ظلت طنجة تعيش وضعا خاصا اصطلح عليه بالوضع الدولي. فما هو سياق تدويل طنجة وأبعاده العامة؟ وما هي الوضعية الإدارية لطنجة خلال النظام الدولي؟ وما هي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لطنجة؟ وما هي ردود فعل سكان طنجة إزاء التدويل وإسهامهم في الكفاح الوطني؟ وما هو إسهامهم في الكفاح الوطني؟ مع المحور الأول حول سياق تدويل طنجة وأبعاده العامة. أولا، سياق تدويل طنجة. إن جذور الاهتمام الدولي بطنجة يعود إلى نهاية القرن 18، ففي سنة 1794 تم إنشاء مدرسة البعثة الكاثوليكية الإسبانية، وفي نفس السنة انتقل القنصل الفرنسي من الرباط للاستقرار في طنجة. ثم توالت بعد ذلك الأحداث، حيث تعرضت المدينة لقصف فرنسي سنة 1844 بحجة الدعم المغربي للأمير عبد القادر الجزائري في مقاومته للاحتلال الفرنسي. وفي سنة 1864 تأسست الرابطة الإسرائيلية العالمية. إلا أن الوضع الحالي لطنجة سيبدأ مع سنة 1904 على إثر الاتفاق السري بين إسبانيا وفرنسا حول طنجة. وفي سنة 1912 تم توقيع معاهدة الحماية التي قسمت المغرب إلى منطقة نفوذ فرنسية وأخرى إسبانية. أما طنجة فعاشت وضعية خاصة وأمام رفض فرنسا لمسألة تدويل طنجة، والتي كانت تعبر فيها عن موقف المعارضة المغربية لهذه المسألة. سيتم التوقيع على معاهدة تدويل في 18 دجنبر 1923، وذلك بعد سلسلة من المساومات بين القوى الإمبريالية خاصة بين فرنسا وبريطانيا لتصبح طنجة منطقة دولية. ثانيا، أبعاد هذا التدويل. إن أبعاد تدويل طنجة تكمن بالأساس في فقدان المغرب لسيادته على المدينة، بحيث أصبح الأجانب هم سادة طنجة والقائمين عليها والمسيرين لها. أما الدولة المغربية فتواجدها ظل صوريا بعد تمثيل السلطان مندوبا له بطنجة. وقد تم وضع مجموعة من المؤسسات لإدارة طنجة تميزت بسيادة الأجانب وتهميش المغاربة على مستوى التسيير. ومن بين المؤشرات الدالة على الطابع الدولي لطنجة خلال هذه المرحلة إنشاء مجموعة من المرافق كالبريد والتلغراف والمدارس التعليمية والمدارس الخاصة. أما العملات التي تدولت في طنجة أو تم تداولها في طنجة، فنجد الفرنك المغربي والبيسيطة الإسبانية والفرنك الفرنسي والجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي. كما اختلفت اللغات المتداولة في الصحافة المكتوبة والإذاعات. المحور الثاني يخص الوضعية الإدارية لطنجة خلال النظام الدولي. فقد أقر اتفاقية باريس 1923 وبالضبط ب 18 دجنبر أجهزة إدارية متنوعة. أولا، مندوب السلطاني، وهو يمثل السلطان المغربي، يحرص على احترام المغاربة للنظام الدولي ويترأس المجلس التشريعي لكن ليس له حق التصويت. المجلس التشريعي يتكون من 18 نائبا أجنبيا و6 مغاربة مسلمين و3 يهود. يسن هذا المجلس القوانين التنظيمية.
المدير يتولى المنصب لمدة 6 سنوات يعينه المجلس التشريعي. الدرك ينقسم إلى قسمين: مشاة وخيالة، ويهتم بالشؤون الأمنية. ثم لجنة المراقبة، وتتكون من قناصل الدول الموقعة على مؤتمر الجزيرة الخضراء، وتجتمع مرتين في الشهر. ثم هناك محكمة مختلطة تتكون من 7 قضاة تفصل في النزاعات الجنائية والمدنية والتجارية. المحور الثالث: الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لطنجة في ظل نظام طنجة الدولي. هيمن الأجانب، وبالخصوص الإسبان والفرنسيون والإنجليز وغيرهم، على الأنشطة الاقتصادية بمنطقة طنجة من خلال الشركات التجارية والبنكية وأنشطة التهريب، وقد استفادوا من امتيازات متعددة، منها ضعف أجور العمال وانخفاض أثمان العقار وندرة الرسوم الجمركية. ورغم كونهم شكلوا أغلبية السكان، فقد كانت أوضاع المغاربة جد بئيسة، وزاولوا أنشطة متواضعة كخدام البيوت وتجار وحرفيون صغار. ننتقل إلى المحور الرابع حول ردود الفعل تجاه التدويل ومساهمة طنجة في الكفاح الوطني من أجل الاستقلال. لقد تضافرت الجهود من أجل التصدي للخطط الإمبريالية بمدينة طنجة، فقد عملت الجمعيات على خدمة الحركة الوطنية، خاصة جمعية الشروق التي أسسها مجموعة من المثقفين بالمدينة سنة 1926، والجمعية الهلالية التي تأسست سنة 1928، وكلها جمعيات تهدف إلى نشر الفكر الوطني في صفوف المغاربة. وإلى جانب الجمعيات نجد أيضا المثقفين، فقد شكلت زيارة المثقف السوري الأمير شكيب أرسلان إلى المدينة سنة 1930 حدثا هاما، خاصة وأنه من دعاة القومية العربية وبناء العالم العربي الموحد، إلا أن الفرنسيين سيعملون على إخراجه من المدينة مخافة تأثير زيارته في السكان معنويا وسياسيا. أما من داخل المدينة فقد ظهرت حركة تعليمية إسلامية عملت على التصدي للنفوذ الثقافي الغربي ونشر الثقافة الإسلامية العربية. وفي نفس السياق استغلت الصحافة الوطنية بعض الحرية بمدينة طنجة باعتبارها الجزء الوحيد من البلاد الذي مكن الوطنيين من التخلص من موجة القمع ضدهم، خاصة في منطقتين الإسبانية والفرنسية، لتأسيس مجموعة من الصحف، ومنها صوت الشعب، وكذلك صحيفة الشعب، ثم منبر الشعب، لتدافع عن السيادة الوطنية. كما شهدت المدينة مجموعة من الزيارات السلطانية لفك العزلة عن الشعب المغربي بالمدينة، كزيارة الولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن، وزيارة المغفور له محمد الخامس في أبريل سنة 1947، وخطابه التاريخي الشهير بالمدينة والذي فجر حماس المغاربة. وأصبحت المدينة بذلك عاصمة من عواصم الكفاح الوطني، بل أصبحت مسرحا لمظاهرات واصطدامات عنيفة في مطلع الخمسينيات، وبذلك كانت بداية المطالبة باستقلال المدينة، وبالتالي استقلال المغرب بكامله ونيله لحريته. وكخاتمة، عرفت طنجة وضعا دوليا فريدا من نوعه في العالم، وكان الوضع يصب في إطار فقدان المدينة لهويتها المغربية وإضفاء صبغة غربية عليها، إلا أن فطنة المغاربة بقيادة المغفور له محمد الخامس وقفت أمام كل المحاولات الاستعمارية إلى فك ارتباط طنجة بالمملكة والمطالبة باستقلال المدينة وعودتها إلى سيادة المغرب رغم القمع الذي مورس ضد الوطنيين المطالبين بالحرية. شكرا على حسن تتبعكم.